السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي شي كويزين فاطمة. اليوم إن شاء الله غتشوفوا معايا تحضير المقروط بشكل جديد على شكل مروحة. اجيو تشوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير ديال المقروط، عندي معلقه كبيره ديال اللوز مفسخ ومحمر وطحنته اختياري، عندي معلقه كبيره ديال الجنجلان محمر، عندي هنايا الزهر اللي غنجمع به الخليط، عندي نشا ديال الذره، 500 غرام ديال السميده ديال الحرشه خاصه ديال الحلويات او الحرشه، عندي 300 غرام ديال التمر معجون معلب، عندي معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، عندي 100 غرام ديال الزبده نوازيط. الزبده نوازيط اللي كنحصلوا عليها كنديروا الزبده في كاسرون حتى كتذوب وكيتحيد منها الحليب ديالها، عاد كنستعملوها في جميع انواع الحلويات والمخبوزات. عندي هنايا هذا المرشم هذا اللي غنخدم به، ممكن تستعملوا المربع اولا الدائري. انا عندي هاد المروحه هذه هاد الشكل هذا بهذا الجديد. في اناء درت شويه ديال الملحه قبصه، غنضيف عليها السميده اللي مغربله عندي من قبل، وغنضيف عليها الزبده مذوبه، ومعلقه كبيره ديال النشا، غنضيف معلقه كبيره ديال النشا وغنخلطها مزيان، غنخلط العناصر مزيان حتى كنلبسوا السميده بالزبده. عاد نجمعها بماء ديال الزهر ونخليها على جنب. صافي انا خلطت الزبده والسميده مزيان، غادي نعجنها بماء الزهر. الماء الزهر حسب الخليط حسب العجين، وغنخليها على جنب. من بعد ما عجنتها غنخليها ترتاح، غنمشي باش نصاوب التمر العقده. الطريقه ديال التمر، غناخذ التمر المعجون غنضيف عليه اللوز وغنضيف عليه الجنجلان، معلقه صغيره ديال القرفه ما عامراش، غنضيف راس معلقه ديال النشا، شويه راس معلقه، وغنضيف هنايا الزهر معجون باش غنعجن الخليط. غنجمع التمر وغادي نكورو كويرات وعاد نبدا نخدم به. دابا غادي نبدا نكور كويرات قد هذا الحجم هذا، تكون صغيره شويه، تقريبا غرام 6 غرام 7 غرام، يكونوا قد حتى نكملوا التمر ديالنا كامل. ضروري ندهنوا شويه يدينا بالزهر. بالنسبه للعجين ديال التمر ما خاصوش يكون خفيف بزاف، يكون عادي باش ما يخرجش لينا من السميده. من بعد ما كملت العجينه ديالي ديال التمر، دابا غنبدا الطريقه ديال التحضير. انا خديت النشا درتها في الطبسيل، وغناخذوا كره من العجينه تكون كبيره شويه ماشي بزاف هكا، اللي غنديروا فيها كره في الوسط ديال التمر، غنسدوا عليها نكوروها، الا جاتكم كبيره نقصوا منها، خاصها تكون بهذا الحجم هذا. غادي نكورها في النشا، غناخذ الطابع ديالي، غادي نحاولوا ننزلوه هكا شويه باش تساعدنا.
غادي نلبسو هاد الكره هادي بهذا الشكل، تاخد الشكل ديال الطابع. وغنضغط عليها، غنضغط عليها بهذا الشكل، كتعطينا هاد الديكور هذا. النشا واخا تجي باينه ملي كطيب وكتعسل ما كيجيش باين. انا غنستمر حتى غنكمل العجين ديالي كله. انا غادي نعاود ندير الثانيه بنفس الطريقه. غنكورها في النشا. كتلبسوا جميع الجوانب ديال الطابع، كتحطوه كتنزلوه كتبعوه هكا مزيان صافي، وكتخرجوا الكاطو. ممكن ديروا جميع الشكيلات، انا عجبني هذا درتو. ممكن كاين هذا الطابع هذا، كاين هذا الشكل هذا. المهم هما اشكال وانواع اللي بغيتو كديروه. من بعد ما كملت العجينه ديالي كامله، بقات عندي الاخرى. دابا غادي نساليها وغادي ندهن هاد المقروط بشويه ديال الزيت وندخلو للفران. ممكن تقليوه في الزيت مباشره، انا كنفضل ندخلو للفران. ملي يطيب ان شاء الله في فران سخون غنخرجو وغادي نعسلو وغنقدموه. دابا غادي ندهن المقروط ديالي بالزيت حيت غندخلو للفران. ممكن تقليوه في الزيت سخونه بحال الشباكيه، انا كنفضل ندخلو للفران باش كيجي زوين. ندهنو كامل بهذا الشكل. دابا غادي ندخل المقروط ديالي للفران هو سخون حتى كيطيب وكيتحمر من الفوق ومن التحت. عاد كنخرجو مباشره ملي كيكون سخون كنعسلوه باش كيشد فيه العسل ونقدموه. من بعد ما خرجت المقروط ديالي من الفران هو سخون مباشره غنديرو في العسل. بالنسبه للطريقه ديال العسل، طريقه التحضير ديالو غتلقاو في الرابط في اسفل الفيديو. كنعسلو كنحيدوه من العسل ونصفيوه في كسكاس ولا شبكه. انا غنستمر حتى نكمل الكميه ديالي كامله ديال المقروط ونقدموه. كما كتشوفوا معايا من بعد ما كملت المقروط وحتى برد مزيان كنقدموه مع وصفات رمضانيه. وكنتمنى تعجبكم الوصفه واشتركوا في القناه وما تنساوش ديروا لايك. وغادي تلقاو ان شاء الله في الفيديو اسفل الفيديو في الرابط طريقه تحضير بوشنيخه وبريوات ديال لوز بريستيج. وكنتمنى تعجبكم الوصفه
ويعجبكم حتى الفيديو. ما تنسوش ديروا لي تعليقات، وشكرا على مشاهده الفيديو، وبسلامه عليكم وعواشركم مبروك.